فاكر اول مره سمعت كلمه رياكت افتكرتها ماركه شامبو. كنت غلطان بس مش قوي، لان اصلا من مميزات رياكت ان هي بتخليك تنظف دماغك من طريقه كتابه الكود القديمه بتاعت الفانيلا جافا سكريبت. والصراحه هي عندها مميزات كتيره، زي ان انت مش هتلاقي شغل متكرر ولا كوبي وبيست كتير لكل زرار وكل عنوان. رياكت عندها فلسفه، لو الكود بيتكرر يبقى في حاجه غلط، وعلشان كده اول حاجه تفهمها معانا ان كل حاجه في رياكت عباره عن كومبوننت. رياكت بتكره التكرار، كل جزء في الصفحه زرار، عنوان، بوكس، شات بتتحول لكومبوننت. ليه؟ عشان تكتبها مره واحده وتستغلها 100 مره. يعني رياكت مش بتحب تعيد نفسها، وده شيء نحترمه. طب نكتب الكومبوننت دي ازاي؟ بالجي اس اكس. الجي اس اكس هو الشكل اللي بيخليك تكتب اتش تي ام ال جوه الجافا سكريبت، او العكس. مش عارف الصراحه، العلاقه بينهم معقده شويه، بس اللي نعرفه ان شكله شبه الاتش تي ام ال، بس قواعده مش هي. يعني مثلا كلاس، لا كلاس نيم في كل بريسز، يبقى تقدر تحط جواها المتغيرات والدوال واحلامك وطموحاتك لو حبيت. لكن لازم تعرف ان الجي اس اكس في الاخر بيتحول لحاجه اسمها كرييت اليمنت. يعني شكله ظريف لكن في الحقيقه هو توميه جافا سكريبت متنكر في هيئه اتش تي ام ال. وطبعا عشان الكومبوننتس ما تبقاش مقطوعه من شجره، فجبنا لها حاجه اسمها البروبس. مفيش كومبوننت في رياكت بيعيش لوحده، لازم تتبعت له بروبس. البروبس بتخلي الزرار يعرف هو بيعمل ايه، والكارد تعرف مين الضيف اللي جواها. طب لو عايز تبعت له اوبجكت كامل او كومبوننت تاني، بروبس برضه. كانك بتبعت للكومبوننت شنطه فيها الادوات اللي هو محتاجها عشان يشتغل. وطبعا عشان تعدد العناصر ما يلخبطش الدنيا، فوجدنا حاجه اسمها الكيز. لما رياكت تعرض ليست، بيبقى دايما مزاجها وكيفها ان كل عنصر يبقى ليه بصمه، حاجه تفرقه عن غيره، وده هو دور الكي. لو مفيش كي، رياكت هتتلخبط وهتقعد تدور على متشابهين وتحتاس. الفيرشوال دوم مهمه جدا في رياكت. رياكت مش بتعدل في الصفحه الحقيقيه على طول، لا، بتجهز نسخه وهميه او فيرشوال دوم وتقارنها بالنسخه القديمه وتشوف ايه اللي اتغير، وده اسمه دايفنج. بعدها بتبدا مرحله الريكونسيليشن، واللي فيها رياكت بتروح للصفحه الحقيقيه وتحدث بس اللي اتغير. يعني رياكت بتشتغل بعقل مش بعشوائيه. خلينا نقول ان هي ذكيه كفايه ان هي ما تعملش ريفرش عشان لون زرار اتغير. ده طبعا مش معناه ان انا بلقح على فريم وركس تانية. اي بروجكت في رياكت محتاج ستيت. بروجكت من غير ستيت زي كافيه من غير واي فاي. الستيت بيخلي المشروع بتاعك يفتكر، يتفاعل، يتغير معاك، لان ساعتها الفاريبلز في رياكت ما بيبقاش ليها فايده بسبب حاله التريجر والري ريندر. تعدي على واحده يوز ستيت ومشاكلك كلها تتحل. بيتفتح لك بوابه تخزن فيها اللحظه، كل ضغطه، كل تفاعل، كل حركه المستخدم بيعملها تقدر تسجلها من خلال الستيت. لما المستخدم يبدا يتحرك، الايفنتس بتظهر هنا. رياكت بتخليك تتحكم في كل حركه، ضغطه زرار فاون كليك، كتابه في انبوت فاون تشينج، سبميت للفورم اون سبميت، لو عايز تطير في الجو وتطلع نار من بقك فاون تنين. لا بهزر طبعا. من الاخر في رياكت انت بتوصل الداله، ورياكت بتنفذ الامور كلها، الكنترولد والانكنترولد. الكنترولد في رياكت هي اللي بتتحكم في قيمه الانبوتس، الانكنترولد فهي بتراقب الانبوتس بس شغاله ازاي. لو بتحب تتحكم في كل حاجه يبقى كنترولد، وهي دي الطريقه الصح. زمان كان التعامل مع الستيت او اللايف سايكل بيحتاج تدخل في غابه الكلاس كومبوننت. دلوقتي الهوكس خلت الرحله اسهل وامتع. اهم هوكس هتقابلها: يوز ستيت التخزين اللحظي، يوز افكت الرادار اللي بيشوف التغيرات وبيتصرف، اليوز كونتكست بتبعت بيانات لحفيد بعيد من غير لف ودوران. طبعا ما ينفعش ننسى اليوز ميمو واليوز كول باك واليوز ريديوسر ويوز اي حاجه نفسك فيها هتلاقيها في رياكت. لو التطبيق محتاج ان هو يجيب بيانات من اي بي اي او يتعامل مع براوزر اي بي اي، رياكت هتقول لك استعمل اليوز افكت. يعني اول ما المكون يظهر يجيب البيانات، ده اسمه السايد افكت. عايز تركز على انبوت او تمسك عنصر في الصفحه، اليوز ريف هي العصايه السحريه بتاعتك. بدل ما تبعت البروبس للابن ثم الحفيد ثم ابن الحفيد ثم حفيد الحفيد وتوجع دماغك بدوشه كبيره، هتعمل كونتكست، هتلف المكون ببروفايدر وهتستخدم اليوز كونتكست ديت في اي مكان، وبكده بقيت توصل للبيانات من غير ما تتعب وتقعد تلف وتدور وتمرر في بروبس. عايز تعرض تول تيب موديل او دروب داون في مكان محدد بعيدا عن الكومبوننت بتاعك، كرييت بورتال هتخليك تعمل الموضوع ده بكل سهوله. لما تعمل مصيبه في الكود، الايرور باوندرز هتنقذك. كومبوننت وقع، البروجكت كله مش لازم يقع معاه. رياكت بتقول لك استعمل الايرور باوندري، خليه يشيل الليله كلها لوحده. يعني بدل ما المستخدم يشوف شاشه سوداء، هيشوف رساله مفهومه. رياكت فيها كومبوننت اسمه استراكت مود، بيكشف المشاكل اثناء مرحله التطوير وبيحذرك من استخدام حاجه ممكن تبوظ في المستقبل، وبتضيفه اكنك بتضيف اي كومبوننت. في ميزه ممتازه في رياكت وهي الليزي، مش لازم تحمل كل الكومبوننتس مره واحده من اول ثانيه. رياكت بتقول لك استنى لما تحتاج الكومبوننت دوت وانا هجيبهولك، ولحد ما يوصلك سسبنس هغطي التاخير بمكون بديل زي لودنج سبينر. رياكت بتحب البيور كومبوننت، نفس المدخلات نفس المخرجات. لو المكون بيغير حاجه خارجيه اثناء التصدير، يبقى ده مش بيور كومبوننت، وده بيبوظ التنبؤ بسلوك البروجكت المتوقعه رياكت. واخيرا الري ريندر، واللي بيمثل الرحله الكامله. كل حاجه بتبدا من حاجه واحده وهي تغيير الستيت.
تي، فرياكت بتعمل ابديت للفيرتشوال دوم. استخدم التايفنج عشان تكشف الفرق. تبدا الريكونسوليشن عشان تحدث الاجزاء الجديده. كل ده بيحصل في اجزاء من الثانيه. رياكت مش مجرد مكتبه، دي فلسفه تفكير مش هتفهمها بالقراءه بس، لازم تعيشها. وده راجع لك، عايز تعيشها لوحدك، عايز تعيشها مع حد. بس لو حابب تعيشها معانا اشترك في القناه ودوس لايك وسيب لنا كومنت وقول لنا تحب نشرح ايه في الفيديو اللي جاي، نيكست ولا ريدوكس، ولا نبدا مشروع من الصفر. يعني ممكن نبني حاجه سوا برياكت، ايه رايك؟